أهلا بكم في الدليل القاطع، وضيفه مدير عام كرة القدم في نادي النصر وعضو مجلس إدارة الأستاذ سلمان القريني. حياك الله أبو حمد. الله يحييك. مرة ثانية كي يختم موضوع حسام غالي، أيضا خرج في الإعلام ذكر أن تكاليف ماليزيا كانت على حسابه، ذكر أيضا موضوع الشيك اللي بدون رصيد اللي يقدم له من نادي النصر. طبعا انا ما سمعت حسام تكلم في الموضوع هذا يعني عشان اكون، لكن سمعته طرحت في الاعلام وانه يحارب وحيد. هذه ممكن سمعتها من نادر شوقي، انه يحارب وحيدا وانه سافر على حسابه وانه ما دفعت التكاليف. هذه سمعتها من نادر شوقي لكن ما سمعتها من الكابتن حسام. طيب انا وانهم ما سووا له حاجه، انا ما ادري ايش اللي يبغى نادي النصر يسويها اصلا. هي القضيه يعني واضحه ان طلب طيب فتح العينه بي. انتم عندكم اشياء تثبت؟ لا ايه، انا طلب فتح العينه به وطلعناه مع الدكتور الماليزي. طبعا انا بالنسبه لنا يقول ان الدكتور إلي حق النادي. ممتاز. عندنا طبعا ما يثبت ان اصلا التكاليف. وش التكاليف؟ التكاليف هي اللي هي السفر والاقامه هنا. ممتاز. في التكاليف غيرها؟ قدمتوها له؟ هل في تكاليف غير هذه؟ سكن، مواصلات، سكن وتذاكر. طبعا في عقده بالنسبه لنا هو اصلا يطلع حتى على الدرجه السياحيه. انا عندي ما يثبت انه طلع النادي، هذه انا عندي اثبات. طلع النادي درجه اولى هو الدكتور والسكن كلها مدفوعه. هذه اعتقد. في تكاليف غير كذا ما ادري. طيب تذكره اللاعب حسام غالي والدكتور إلي عواد درجه اولى. لاحظ درجة أولى، رياض، دبي. واللي تحت لو تشوف تكاليف السكن، سكن اللاعب حسام غالي والدكتور إلي عواد هي موجودة على الهواء الآن. اللي متابع شبه المطلوب من، لو تشوف من فوق مطلوب من اللي فوق السادة نادي النصر السعودي. طيب هل في تكاليف غير كذا بالنسبة لماليزيا؟ ما أعتقد في التكاليف. طيب والشيك اللي بدون رصيد؟ الشيك اللي بدون رصيد طبعا قبل بطولة أفريقيا كان له مقدم، يعني هي تدفع طريقة دفع اللي عنده في بداية شهر 7 له مقدم ورواتب يجي على رواتب، وفيه في يناير برضه دفعة من المقدم اللي هي هذه 320. كانت له دفعة 400,000 في 1/7. طيب. فعلا تأخر النادي في دفعها. قبل يمشي كان ذيك الأيام يعني إنه وياه يعني الامور ما كل ما يعلم يقال، لكن على اساس طبعا فيه ما في شك انه المفروض انها تعطيه اول باول، لكن ظروف النادي كانت تشرح له زي اللاعبين الثانيين. كان مع الشيك هذا قال اعطي الشيك على اساس يضمن حقه، يعني بالنسبه له على اساس ضمان حق. طبعا الشيك بقى اللي تتكلم عنه الان دفع له اصلا، دفع له يعني اودع في حسابه نفس المبلغ، لان معطى الشيك ضمان. في مستند طيب؟ اي هذا هو عندي الشيء. وهذا توقيع اللاعب نفسه. دفعت له المبلغ، دفع 1,500,000 ريال. هذه عباره عن 400,000 دولار. لو تشوف الشو كاتب تحت هذا بتوقيع. لقد استلمت المبلغ الموضح بالشيك على رقم كذا في تاريخ 20/1/1431، حيث ان الشيك فقد مني وليس لي حق بالمطالبة بالمبلغ. هذا اللي يتكلم عنه الشيك. وعلى ذلك وقع. هذا اللي يعني العملية 1,500,000 استلم. هذا شوف الآن يقول لك أنا استلمته. في هذا الشيك اللي يتكلم عنه. في القضية يعني قضية أصلا يحكمنا أنه وياه عقد، مفروض أنه في مطالبة نظامية أطالبها عن طريق الجهات المختصة ويأخذها. طيب. لكن عملية التكلم في الإعلام هذه ما أصلا يعني ما هي بكويسة لا للاعب نفسه ولا للنادي. جميل.